السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمة الإسلام، هل من مجيب؟ حدث قبل أسبوعين، وبالتحديد يوم 17 نوفمبر المنصرم، وهذا الحدث ترك في نفسي أثرا بالغا، حيث أن جماعة معادية للإسلام والمسلمين تدعى أوقفوا أسلمة النرويج. هذه الجماعة نظمت مسيرة عدائية للإسلام، وألقت خطاب كراهية أمام الملأ، وقام أحدهم بحرق القرآن الكريم إهانة للإسلام والمسلمين، وعلما بمكانة القرآن الكريم لدى المسلمين. وهنا شاب مسلم لاجئ غيور على دينه لم يتحمل رؤية هذا المشهد، واندفع نحو الشخص الذي قام بحرق القرآن الكريم وركله. تكملة المشهد الكل رآه، والعالم شاهد، المقطع منتشر، كيف أن الشرطة تصرفت مع هذا الشاب الغيور. وأثنى الكثير من المسلمين وغير المسلمين وحتى النرويجيين لموقف هذا الشاب في دفاعه عن القرآن الكريم. وبالتالي قامت باكستان باستدعاء سفير النرويج لديها واستنكرت هذا الموقف. عمل إيجابي رائع. ولكن أيها المسلمون، في بقعة من بقاع العالم وفي بلد من البلدان يجري فيها ما لا يتخيله الإنسان من الظلم والطغيان. إنها تركستان الشرقية المسلمة، يحرق فيها القرآن الكريم، ويرمى في مجاري الحمامات، ويداس بالأقدام ويهان. أنا لا أتحدث الآن عما يجري في تركستان الشرقية بما يتعلق بالجانب الإنساني، ولا أتحدث عن الجرائم التي ترتكب من قبل الحكومة الصينية بحق مسلم الأيغور في إجبارهم للتخلي عن دينهم وعقيدتهم الإسلامية، ولا أتحدث عن منع الصلاة والصيام والزكاة وأداء مناسك الحج، ولا أتحدث كذلك عن المسلمات التركستانيات اللواتي يجبرن لشتى الانتهاكات، ولا أتحدث عن الحفاظ والحافظات لكتاب الله في السجون والمعتقلات والمعسكرات النازية، ولا أتحدث كذلك عن الأطفال الأبرياء الذين تم فصلهم عن أسرهم، ولا أتحدث عن المساجد التي دمرت بالمئات بل وبالآلاف، لأن الكلام يطول في هذه الجوانب، ولكنني أخص الكلام بما يتعلق بالقرآن الكريم في تركستان الشرقية. ففي تركستان الشرقية جريمة أن توجد نسخة من القرآن الكريم في بيتك، جريمة أن تحفظ شيئا من كتاب الله، جريمة أن تعلم ابنك قراءة القرآن الكريم، جريمة أن تتعلم اللغة العربية. في تركستان الشرقية جريمة أن توجد نسخة إلكترونية من القرآن الكريم في هاتفك الشخصي، جريمة تعاقب عليها سنين من السجن أو الاعتقال. يا من تحبون القرآن الكريم، ويا من تقومون بطباعة المصاحف خدمة للقرآن الكريم، ويا من تقومون بفتح المراكز والمعاهد لحفظ كتاب الله، ويا من تقومون بالكتابة عن فضائل القرآن الكريم، ويا من ترفعون أصواتكم بالدفاع عن القرآن الكريم، ويا من تنفقون أموالا طائلة خدمة للقرآن الكريم. أليس القرآن الذي أحرق في النرويج هو نفس القرآن الذي أحرق ويحرق في تركستان الشرقية؟ أمة الإسلام،
أفيقي أفيقي يا أمتي، قرآننا يحرق، قرآننا يهان في تركستان الشرقية. يا من وقفتم بجانب الحكومة الصينية بحربها المزعومة ضد مكافحة الإرهاب والتطرف، ويا من أيدتم وساندتم هذه الحكومة المجرمة بحربها على الإسلام، ماذا تقولون لربكم يوم القيامة؟ عار علينا إن لم ندافع عن القرآن الكريم، عار علينا إذا سكتنا لانتهاك حرمة هذا القرآن الكريم. أنا كفرد من أفراد الأمة ألتمس منكم الإجابة: هل حرق القرآن الكريم بحجة مكافحة الإرهاب والتطرف شأن داخلي؟ هل إهانة القرآن الكريم بحجة مكافحة الإرهاب والتطرف شأن يخص مسلم الأيغور فقط؟ أم أنه شأن إسلامي عالمي يمس كل مسلم؟ أجيبوني قبل أن تجيبوا ربكم يوم الحساب. أيها المسلمون، الحكومة الصينية تشجعت بموقف بعض المسلمين أو بموقف بعض الدول الإسلامية بوقوفها إلى جانبها لمزيد من الضغوطات الدينية، وبالتالي أدى ذلك إلى حرق القرآن الكريم. أيها المسلمون، دافعوا عن كتاب ربكم. اللهم فاشهد أني بلغت عبادك المؤمنين بأن كتابك وقرآنك وكلامك يهان كل الإهانة في تركستان الشرقية. اللهم فاشهد. اللهم ارزقنا حب القرآن الكريم تلاوة وعملا وتطبيقا ودفاعا عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.